السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هشارك معاك طريقة جديدة لعمل فيديوهات احترافية من خلال فيو 3 وبدون علامة مائية. وكمان في الفيديو ده هشارك معاك مفاجأتين جامدين جدا هيساعدوك في إنشاء فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي بشكل عام. خلونا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. احنا دلوقتي داخل الأداة، وبكل بساطة من خلال الأداة دي هتقدر تحول الصورة لفيديو او التكست الفيديو باستخدام فيو 3. تعالوا ناخد تجربة عملية مع بعض للأداء، وهنبدأ بأول حاجة هنجربها مع بعض التكست او البرومت تو فيديو. احنا دلوقتي هنفترض ان احنا معانا برومت جاهز مخصص لفيو 3، وعايزين نحول البرومت ده او النص ده لمشهد كامل. فهنا هنيجي في اول خطوة وهنكتب البرومت بتاعنا ده، كده برومت كامل فيه كل حاجة انا محتاجها. وهقول لكم شوية كده ازاي نكتب برومتس احترافية لفيو 3 بكل سهولة، وكمان بصيغة جيسون لو احنا عايزين. فهنا هندوس على سبميت. طالما انت في الحالة دي بتعمل تكست تو فيديو، فمش هتحتاج تكتب حاجة في الخطوة التانية، وهتدوس على انتر، او ممكن تعيد كتابة نفس البرومت تاني، وهتصبر شوية لحد ما الفيديو بتاعك يطلع. النتيجة طلعت اهي، الفيديو ما كملش دقيقة او دقيقتين واتعمل. تعالوا نشوف النتيجة مع بعض. مع منصة أوما إعلانك مجاني والنتائج حقيقية. عملاء فعليين من منطقتك مستعدين يحجزون على طول. لو عايز تحمل الفيديو دلوقتي بكل بساطة هتدوس على الثلاث نقط دول. ركز، مش هتدوس على داونلود فيديو عشان احيانا بتعلق والفيديو بيروح منك. فعشان تكون في السيف سايد بكل بساطة اهو تاني هنيجي على الثلاث نقط دول، هندوس على داونلود، وهتلاقي الفيديو اتحمل على جهازك بكل سهولة وبدون علامة مائية اهو. تعالوا نتأكد تاني، نفتح الفيديو مع بعض. مع منصة أوما إعلانك مجاني والنتائج. مفيش اي لوجو خالص لفيو 3، ودي ميزة تانية بتقدمها الأداة دي. لو دوسنا هنا بقى على داونلود فيديو اهو بيعلق اهو زي ما انت شايف، والفيديو بيروح منك، يعني مش هتقدر ترجع للفيديو. طيب احنا كده جربنا اول طريقة وهي التكست او البرومت تو فيديو. تعالوا بقى نعمل فيديو جديد. عشان تعمل فيديو جديد على الأداة بكل بساطة هتيجي هنا تدوس على العلامة دي، وهتدوس على ستارت تاني. ودلوقتي هنجرب طريقة تانية، وهي لو احنا معانا صورة وعايزين نحركها، معانا صورة مشهد مثلا او حاجة وعايزين نحركها، نعمل ده ازاي؟ بكل بساطة هنيجي على علامة البلس وهنختار ابلود فروم ديفايس، وهنحمل الصورة من الجهاز بتاعنا. بعد ما بترفع الصورة بتاعتك بتدوس على السهم ده وبتخش للخطوة التانية. في الخطوة التانية هنا انت بتكتب البرومت او الحركة اللي عايزها تحصل في المشهد، بما فيهم الكلام اللي انت عايز تقوله. طبعا انت المفروض بتكون مظبط البرومت بتاعك بما يناسب في او 3. وهقول لكم شوية كده ازاي نقدر نحل المشكلة دي بكل سهولة. خلاص انا هنا حطيت البرومت بتاعي، وهدوس على علامة سبميت، وهستنى برضو دقيقة او 2 او 3 حسب طبعا الضغط اللي على السيرفر، والفيديو هيطلع معانا على طول. وهنشوف دلوقتي التجربة مع بعض. هنا بيقول لي ان انا وصلت للليميت بتاعي. طبعا المشكلة دي ممكن تواجهك عادي جدا. انا دلوقتي حتى الان عامل اكتر من تقريبا 15 فيديو، ودلوقتي بيقول لي ان انا وصلت للليميت. فلو وصلت للليميت بكل بساطة هنفتح بايميل جديد. خلاص، فانا هنا بسجل بايميل جديد عادي جدا، وبدوس على اختيار الكل وبدوس متابعة. وفي معلومة مهمة جدا نسيت اقولها، الا وهي انك عشان تستخدم الاداة دي لازم تكون مستخدم في بي ان امريكي، وممكن ابقى اسيب لك روابط للفي بي ان المجانية لو انت محتاج. فهنا بكل بساطة تعالوا نجرب الاداة مع بعض ونشوف هل هتنفع بايميل تاني ولا لا. اول خطوة هنعملها بقى، احنا زي ما اتفقنا هنا بنجرب الصورة لفيديو. فحطينا الصورة بتاعتنا في اول خطوة وهندوس على سبميت، وفي الخطوة التانية بنكتب البرومت بتاعنا، وبعد كده بندوس على سبميت، وهنشوف الأداة هتطلع لنا فيديو ولا لا. الفيديو طلع معانا اهو الحمد لله. فده مؤشر ان انت ممكن تستخدم ايميل تاني وينفع معاك عادي جدا، وبكده تقدر تعمل عدد كبير من الفيديوهات يوميا باستخدام الطريقة دي. تعالوا بس نشوف الفيديو مع بعض. आगे दोस्तों आप लोग गैंग पिडान से मैं पे बुनिंग करके मिलेगा कि 50 से 6 मिल होतेंगे बोथ भी कुछ पिया गए। طيب الفيديو كويس، ولكن في مشكلة في اللغة. هو هنا خلانا نتكلم هندي تقريبا، فممكن تبقى مشكلة في البرومت، وده شيء طبيعي بيحصل كتير جدا في فيو 3. فلو حصلت معاك بكل بساطة هترجع تاني وتدوس على ستارت وتعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها معاك من شوية لحد ما تظبط النتيجة بتاعتك.
طيب دلوقتي احنا كده خلصنا الطريقة اللي هي بتاعة ازاي نعمل فيديوهات باستخدام فيو 3 بشكل مجاني وبدون علامة مائية. ودلوقتي جه وقت المفاجأتين اللي انا قلت لك عليهم في اول الفيديو، وبالنسبه لي المفاجأتين دول اهم من الطريقه دي، لان وارد الطريقه دي تقفل في اي وقت ودايما بيطلع طرق جديده وكده. فانا مش عايزك تشغل بالك بالطريقه اللي تخليك تعمل فيديوهات مجانيه بفيو 3 قد ما يشغلك ازاي اصلا تكتب برومت احترافي، وانك تبقى فاهم ازاي تقدر تعمل مشاهد احترافيه بالذكاء الاصطناعي. ودلوقتي يجي دور المفاجأتين اللي قلت لك عليهم. اول مفاجأة معانا هو الكاستم جي بي تي اللي قدامك ده جي بي تي انا عملته مدرب بالكامل على كتابة برومتس احترافية لكافة الاغراض. يعني لو انت مفيش في بالك فكرة معينة ممكن تخش على الكاستم جي بي تي ده وتدوس هنا، بكل بساطة هيبدأ يطلع لك افكار لا نهائية تقدر تستخدمها وتجرب نفسك في عمل فيديوهات من خلال فيو 3. ولو عندك منتج او خدمة بكل بساطة تقدر تيجي هنا وتدوس على الاوبشن ده، هيبدأ بقى يسألك شوية اسئلة عشان يفهم اكتر عن المنتج او الخدمة بتاعتك، ولما تجاوب على كل الاسئلة دي هيبدأ يديك سيناريو ويطلع لك برومتس احترافية عشان تعمل اعلان للمنتج او الخدمة بتاعتك. انت تعامل مع الاوبشن ده كأن معاك مخرج هيساعدك خطوة بخطوة لحد ما تعمل الاعلان للمنتج او البراند بتاعك. وكمان من خلال الكاستم جي بي تي ده تقدر تكتب برومتس احترافيه بصيغه جيسون بتكون مناسبه جدا لفيو 3، والنوعيه دي من البرومتس بتكون احترافيه جدا جدا، خاصه لو المشهد بتاعك فيه تفاصيل كتير. وطبعا تقدر تحط له اي صوره عندك وتقول له اديني حركه مناسبه ليها وبعد كده يدي لك برومت. فخطوه كتابه برومت احترافي مناسب لفيو 3 سواء بصيغه الجيسون او اي صيغه تانية تم حل المشكله دي بنجاح من خلال الكاستم جي بي تي ده. هو مدرب بالكامل على انه يكتب لك برومتس احترافيه. فدي كده اول مفاجاه معانا. انصحك جدا تجرب الكاستم جي بي تي ده وهيعجبك جدا جدا. والمفاجاه الثانيه ودي مفاجاه هتساعدك بشكل عام في كتابه البرومت البصري، وهي عباره عن كتاب انا عملته تقدر تقول عليه كده بمثابه دليلك لاخراج صور احترافيه بالذكاء الاصطناعي. الصور دي تقدر تحولها لمشاهد وغيره، وبشرح لك فيه حاجات كتيره جدا زي ازاي تختار الكاميرا المناسبة لكل مشهد، ازاي تحدد العدسة وزوايا التصوير بدقة، ازاي تستخدم الإضاءة، وازاي توصف ملامح الشخصية وتثبت الشخصية في المشاهد بتاعتك، وازاي تكتب مشهد كامل بإبداعك الخاص. يعني الكتاب ده هيساعدك في انك تعمل مشاهد احترافية وهتكون فاهم كل برومت بتكتبه ليه، وانت اللي هتختار نوع الكاميرا والإضاءة وزوايا التصوير وكل حاجة. يعني هتتعامل كمخرج حرفيا بيخرج الإعلان بتاعه بشكل كامل، مش مجرد بتاخد النتائج زي ما هي من شات جي بي تي بدون ما يكون ليك ابداعك الخاص. فالكتاب ده 65 صفحة مشروح بشكل عملي، والحمد لله كل الناس اللي قريته ادتني فيدباك عنه كويس جدا جدا. فالكتاب بيشرح بشكل عملي ما فيهوش رغي خالص، كل حاجة بتشرح لك بشكل سلس وبسيط، زي مثلا انواع الكاميرا، نتكلم مثلا عن كاميرات السينما بتفهم هي ايه، وبعد كده بتاخد برومت جاهز وبعد كده بتشوف مشهد وتطبيق عملي على الموضوع ده. وفي اخر كل فصل بيكون معاك زي واجب كده انت تعمله عشان تجرب بايدك، وفي اخر الكتاب هتلاقي فيه مفاجأة كمان. دول كده كانوا المفاجأتين بتوع النهاردة، واللي بالنسبة لي اهم بكتير جدا من الطريقة اللي انا شرحتها اللي بتساعدك تعمل فيديوهات بفيو 3 مجانا، لان دول هم الاساس. كده كده الاداة موجودة وكده كده دايما هيبقى فيه طرق، والطرق دي شوية بتشتغل وشوية بتقف، وكمان في المستقبل القريب هتلاقي الادوات اتوفرت بسعر رخيص فهتبقى افوردبل لكل الناس. لكن اللي بيميز شخص عن التاني هو الشخص اللي بيبقى فاهم ومتأسس صح ويكون مبدع بجد. فالمفاجأتين دول متاحين ليك وعليهم خصم اكتر من 80% من سعرهم الاصلي، وتقدر تشتري الكتاب والكاستم جي بي تي الخاص بفيو 3 بسعر زهيد جدا جدا مقابل قيمتهم الضخمة دي، والسعر ده لأول 100 مشتري فقط. تقدر تبعت رسالة للصفحة على الفيسبوك اللي هسيب لك الرابط بتاعها في التعليقات. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.